مساء الخير يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى الكل يكون بخير وزي الفل وكله تمام. انا عارف ان هما بيقولوا ما ينفعش تسقي الشربات بعد ما الفرح يخلص، حاجة زي كده. فانا بتكلم عن الماتش بتاع الاهلي والزمالك. طبعا انتوا عارفين ان انا زملكاوي، فمبسوط قوي ان احنا كسبنا. بقول مبروك طبعا لكل زملكاوي، بغض النظر ضربة الجزاء اللي اتحسبت دي صحيحة ولا غير صحيحة. بس انا بصيت عليها مليون مرة كده، لقيت ان هو شاط الكورة بتاع الاهلي، يعني شاط الكورة بعد كده الواد شنكيله، الواد خبطه بعد ما شاط الكورة، فده معناه انها مش ضربة جزاء. الكورة كانت ضايعة اوريدي، الكورة ضاعت اوريدي، فهي مش ضربة جزاء. ولكن كيفاش تكيف قانونيا؟ شي زفرها. احلى حاجة اللي الساعة مظبوطة في الموتوسيكل، بس الا لما الكورة جت في العارضة، الكورة جت في العارضة اسمه ايه ده، الاهلي، اللي هي الكورة اللي خسرت الاهلي. طبعا احنا عارفين ان في رشوة وعم ترك ده مظبط الحكام ومظبط الفار ومظبط كل حاجة. ظبطت الحكم يا حسن؟ ظبطته يا باشا. ظبطت الاثنين لامان؟ ظبطتهم يا باشا. الواد الجون بتاع الفرقه الثانيه قلت له هوديه الاهلي؟ قلت له يا باشا على بركه الله. بس عندي بس تعليق واحد بس على الكرة اللي جت في العارضة دي اللي خسرت الاهلي. هحط لكم الفيديو اهو دلوقتي. داخل وسام ابو علي، وسام ابو علي، وسام بره ما فيش صفارة، ترقيصة هي دي، هوبا في العارضة يا راجل. ينفع كده يا حسن؟ ما انا يا باشا ما اقدرش ارش العارضة. بس يعني هم شربوا الشاي بالياسمين وكل حاجة، وما عرفوش برضه يكسبوا الاهلي. معلش المرة الجاية هتظبط، المرة الجاية هتظبط يا جماعة، معلش. اي الشوارع بصوا متكسرة ازاي. يقول لك امريكا. انت يا عم انت ما تخبطنيش، هذا نسبق كل الناس. مش كل مرة العملية هتمشي بالرشوة وهنكسب بالرشوة بالقرايل. مش كل مرة هتسلم الجرة. يلا بقى نمشي وسط العربيات لحسن واحد وحشه قوي المشي وسط العربيات. في واحد اداني سكة تقريبا. يلا بينا هوبا. شكرا. اوكي هتجيبنا. يس يلا هوبا، بسم الله. ها وكسبنا. طبعا معلش انا بتكلم عن الموضوع بعد ما حصل بكتير، بس انا ما كانش عندي وقت اتكلم فيه، بس لازم نتكلم فيه. انا مبسوط بصراحة ان احنا كسبنا يعني. فمصر فوق الجميع، اهلي والزمالك هم مصر فوق الجميع. ده كسب او ده كسب. ده كسب او ده كسب، نقول مبروك لده وهارد لك ده عادي جدا، مفيش اي مشاكل. وكل الكلام ده كلام تهريج، بس اللي بجد في القلب انا اصلا بشجع الاهلي لما بيلعب ضد اي فريق اجنبي، وبكل محبة. الزمالك يكسب، الاهلي يكسب عادي. طبعا الرشوة والكلام ده مش صح، بس اللي في القلب هو بالنسبة لي انا، يعني مش بالنسبة لكل الناس،
ان ده فريق مصري وده فريق مصري، وان مصر فوق الكل. واهم حاجة ان ايه، اهم حاجة ان فريق مصري هو اللي كسبها يعني. ورأيي يعني بلاش تجريح في بعض، وبلاش، مش مستاهلة، ده كلها ماتش كورة يعني، كورة حد يكسب وحد يخسر عادي. بس يا جماعة اقول لكم سلام.